هاتفا على منصف الشراشم الذي يمنح الثقة كاملة منذ انطلاق المباراة من طرف عمر نجيح مدرب نادي المولودية الوجدية. كرة ثابتة للمولودية مرة أخرى، المولودية من خلال كرة ثابتة يبحث والآخر عن نقل الخطورة، عن تشكيل الخطورة، عن الدفع بلاعب ممكن وأنه يحرر هذا الجمهور الكبير الذي يتابع هذه المباراة في جو ماطر في وجدة. كرة في منطقة الجزاء، ينس مرح من كرة ثابتة ينجح في بلوغ الهدف الأول. هذه دقيقة، هذه كرة للمولودية الوجدية، التحول السريع من الطرف الأيمن، البحث عن السند والدعم نحو فاليرا بول. السلف الضغط كلها لم يعد يقوى على لعب الأدوار التي أسندت لها منذ انطلاق هذه المواجهة، لأنه بذل مجهود جبار طيلة الدقيقة التي مضت لما يقارب 76 أو 77 دقيقة. كرة للأمام لمصلحة اتحاد التورغا، الاتحاد عبر منوت يبحث عن جيجيو، كرة في منطقة الجزاء والهدف. هشام الخلوة يتمكن من بلوغ الهدف. لم أعلق كثيرا على الاتحاد التونسي في بطولة هذه السنة، لكن اليوم نشوفهم عن قرب، نشوف أنه فريق هناك مجهود مبذول من طرف الجهاز الفني يخلي الفريق يلعب بهذه الطريقة. ضاعت فرصة للمساو للمولودية. إمكان المولودية كان بإمكانه أنه يصل للمرمى. من ظن شيء أنه المولودية ممكن أنه تجي فرص مثل هذه فيما تبقى من دقائق هذه المباراة. كان قريب من بلوغ الهدف، هدف التقدم في النتيجة. فالير بول يلعبها من جديد للمولودية، إمكانية التسديد. بن عريف العريف من الجهه اليمنى لاتحاد التورغا، تبادل كروي، زحزح في خط الوسط يبحث عن انطلاقه واحد من زملائه ورفاقه، فضل ان يرجعها من الجهه اليمنى دائما لاتحاد التورغا. تبادل كروي وضغط كبير من طرف الاتحاد التورغي على منطقه جزاء المولودية الوجدية. كره بالراس تحضيرها في منطقه الجزاء، كانت صعبه جدا. هذه الكرات اللي تكلمنا عليها، الاولى الحوصي والثانيه المهدي مفتاح. عبد الرحمن الحوصي لعبد الرحمن الحوصلي، نلعب الوقت البدل الضائع من الجولة الثانية من المباراة ككل. كرة من زحزوح يلعب كورته مرة أخرى للاتحاد التورغي، كرة بالراس في منطقة الجزاء نحو الدفاع والهدف عبر الخلوة من جديد. الخلوة يلعب أدوار مهمة جدا في خط الهجوم، يعيد الاتحاد التورغي للمباراة